إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ام شريف. النهارده هنعمل مع بعض وجبه عشاء حلوه جدا. ممكن تنفع عشاء، ممكن تنفع فطار، وممكن برضو تعمليها لو غدا سريع كده، لو مزنوقه في اي وقت وما عندكيش وقت تعملي اكل. البطاطس موجوده والوصفه حلوه جدا وهتعجبكم. انا معايا حبايتين من البطاطس او على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. معايا طاسه تيفال او صينيه على حسب الموجود عندك. دهنتها زبده كده بالشكل ده اهو، شايفين؟ والبطاطس مقطعاها شرايح رفيعه. بصوا اهي، كل البطاطس بتاعتي اهي مقطعاها شرايح رفيعه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنرص البطاطس بتاعتنا دي بالشكل ده كده اهو. هنعملها كده زي دايره فوق بعض اهو. ضروري البطاطس في الوصفه دي تكون رفيعه عشان خاطر احنا مش عايزينها تستحمل سوا اهو. طبعا بقى انا هكمل كل اللي كل البطاطس دي بالداير ما يدور كده لحد ما اعملها ورده. دلوقتي انا رصيت البطاطس بتاعتي، هحطها دلوقتي على نار هاديه وهسيبها. طبعا انا دهنه الصينيه بتاعتي ديت سمنه. السمنه هتسيح والبطاطس مع البخار بتاع الغطا هتستوي، وبعد ما تستوي نشوف بقيه الوصفه بتاعتنا. دلوقتي هحطها على النار وارجع لكم. شايفين البطاطس بتاعتنا ما شاء الله؟ بصوا دخلت في سوا خالص اهي، شايفين؟ استوت خالص. فانا دلوقتي انا غطيتها عليها عشان البخار برضه يسويها. انا معايا كده شويه من البهارات وشويه من الملح. هكسر عليهم بيضتين اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بيضه وادي التانية اهي. وجبه عشاء سهله جدا وسريعه اهو. هحاول افكك البيضتين بتوعي دول كده اهوت. انا دلوقتي ادي البطاطس بتاعتي وادي البيض، معايا شريحه كده من اللانشون. هحاول اقطعها كده حتت صغيره كده اهو. بصوا اي حاجه عندكم، اي حشوه ولادك يكونوا بيحبوها اهوت. عندك جبنه نستو، عندك جبنه شيدر، عندك اي حاجه اهو. دي ابسط حاجه اهو. هنعملها بالشكل ده كده، هنوزعها اهوت. طبعا انا حاطه ملح وفلفل على البيض اهو. هنزل كده بالبيض بتاعي اهوت، وهخلي البيض بتاعي هوزعه في كل البطاطس اهو. طبعا بالراحه من غير البطاطس بتاعتي ما تتحرك من مكانها اهو. هضيف معايا كمان حبه فلفل اهوت. حابه تحطي واحده طماطم بس تاخدي اللحم بتاعها بس، ما تاخديش الميه، ما فيش برضو اي مشكله اهو. وزي ما قلت لكم حابين تزودوا بيض عن كده زودوا، ما فيهاش مشكله. ده بالعكس، كل ما تزودي بيض كل ما تبقى كويسه وتبقى طعمها احلى كمان. بس انا يعني بحب اعمل لكم الحاجه اقتصاديه، وانتوا زي ما انتوا عايزين. حابين تزودوا زودوا اهو. هوزع كده الفلفل اهوت. واي حاجه حابه تحطيها حطيها اهو. اوزع بالشكل ده اهو. لو مش متاكده ان الحاجه بتاعتي متملحه كويس هرش شويه ملح تاني على الوش. اخر حاجه بقى هحطها، ده اختياري بس احنا عارفين الاطفال بيحبوها، حته جبنه موتزاريلا كده اهو. هجيب كمان حته اهوت، مش كتير، احنا مش عايزينها تمط، بس هتدي شكل حلو الولاد هيحبوها كمان. بس كده اهو.
هولع برضو النار تاني واخليها واطيه جدا، وهحطها وهغطيها عشان خاطر تستوي برضو. ان شاء الله هوريها لكم على البوتاجاز. ادي البطاطس بتاعتنا شايفينها على النار اهيت. انا هغطيها، هي لسه مستوتش، انا حبيت اوريها لكم برضو. هي كده بقت نص سوا. البيض بتاعي قرب يستوي اهو. هسيبها كمان لحد ما البيض بتاعي يستوي تماما ونشوفها ان شاء الله مع بعض. وادي الاكله بتاعتنا استوت تحفه، عايزه اقول لكم تحفه. شايفين ما شاء الله. عايزه اوريها لكم بس من تحت عامله ازاي. شايفين البطاطس؟ تقدروا تشيلوها كده وتحطوها في طبق، سهله جدا اهيت مش لازقه. عايزه اوريها لكم بس من تحت اهي. شايفين اهيت شكلها حلو جدا 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 اهي، تطلع بكل سهوله. اتمنى انتوا تجربوها سريعه كده 5 دقايق كده، تخشي المطبخ تطلعي تعملي لهم اكله حلوه بجد، حلوه جدا وطعمها كمان حلو. اتمنى انتوا تجربوها. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.